ازيكم؟ الفيديو ده هيكون اول فيديو في سلسلة تاف لوف، ودي سلسلة متفرعة من الكوفي توك. هنتكلم فيها بصراحة ووضوح وشفافية، وهنجرد الكلام من المجاملات، وهتكلم معاكم كأنكم اختكم سواء الكبيرة او الصغيرة، عشان في ناس بتتفرج اصغر مني بكتير وناس بتتفرج اكبر مني بشوية. فهتكلم معاكم كأني أختكم اللي بتحبكم وبتنصحكم بطريقة يعني مش فجة ومش وحشة ومش يعني مش هقل أدبي. بس هتكلم معاكم بصراحة ووضوح، وهنسمي الأشياء بمسمياتها. فلما يكون مثلا في حاجة استهبال هقول لكم ده استهبال، في حاجة فشخرة كدابة هقول لكم دي فشخرة كدابة كده يعني. وكل ده هيكون بغرض النصح مش التنظير او ان انا يعني بتعالى عليكم واقول لكم انا بعمل كده وده احسن حاجة ممكن تعملوها فانتوا كمان اعملوها وكده. لا، انا هقول لكم حاجات ساعات انا نفسي بقع فيها، وهنحاول يعني ان احنا ننصح بعض كلنا، وفي يعني في الاخر النهاية ان احنا عايزين ان احنا نبقى احسن. فبس كده، فده أول فيديو. هنتكلم النهاردة عن 5 حاجات هما ريد فلاجز، فلو موجودين فيكي خدي بالك وحاولي انك تبتدي تشتغلي على نفسك وانك تصلحيهم. في منهم حاجة فيا، هنتكلم في الموضوع ده كله أثناء الفيديو بقى. فحضروا القهوة بتاعتكم، أنا عاملة كابتشينو، ويلا نبدأ الفيديو على طول. اول حاجة عايزة ابدأ بيها هي حتة انك لما تيجي تمسكي الموبايل عشان تعملي حاجة، مثلا تبعتي رسالة لحد او تتصلي بحد او تعملي اي حاجة على الموبايل، يعني تلاقي نفسك اتسحلتي في حاجة تاني. وممكن ان انتي تمسكي الموبايل وتقعدي عليه وتقفليه، وبعدين ترجعي تقولي ايه ده انا كنت عايزة اعمل حاجة. يعني مثلا حتى ابسط مثال ان انا ابص في الساعة. فممكن تلاقي نفسك مسكتي الموبايل وقلبتي عليه ودخلتي على الانستجرام وخدتي لك لفه كده في كل الابليكيشنز، وما بصيتيش على الساعه وقفلتي الموبايل ورحتي تشوفي حاجه تاني. ده معناه كذا حاجه بصراحه، وكلهم حاجات مش حلوه، والمفروض ان احنا نبتدي بقى نعدل على الموضوع ده. اول حاجه معناها انك مش مركزه انت بتعملي ايه، وده بسبب انك بدل ما تركزي في حياتك مركزه في حياه ناس تانية، اللي هم الناس اللي على السوشيال ميديا اللي انت بتتابعيهم. فانت لما فتحتي الموبايل عشان تعملي الحاجه اللي انت عايزاها، هنفترض مثلا انك عايزه تبعتي رساله لحد، والرساله دي لازم تبعتيها، مثلا هتبعتي رساله لجوزك او لباباكي او اخوكي تقولي له مثلا هتعيش وانت راجع. فانت بدل ما تركزي انك تبعتي الرساله دي، لا، انت فتحتي الانستجرام، شفتي فلانة عملت ايه، فلانة اتطلقت، فلانة اتجوزت، فلانة خلفت، فلانة مش عارفة ايه، فلانة ايه من الانفلونسرز المشهورين، مين اتخانق مع مين، فلانين اللي متخانقين عملوا ايه في الخناقة بتاعتهم وحلوها ازاي. وبالتالي انت مش مركزة في حياتك اللي هي مهمة، ومركزة في حياة الناس التانية اللي هي مش مهمة. مش حياتهم مش مهمة، هي حياتهم مش مهمة بالنسبة لك. هم مجرد ناس فيرتشوال، يعني افتراضيين موجودين عندك على الموبايل، انت ما تعرفيهمش، ولا ايا كان اللي هيحصل في حياتهم مش هيأثر على حياتك بالايجاب او بالسلب. فملهاش لازمه انك تتابعيهم، ملهاش لازمه انك تشغلي نفسك بيهم لدرجه انك تنسي الحاجه اللي انت المفروض كنت تعمليها. الحاجه التانية السيئه اللي الموضوع ده بيوحي بيها هي فكره ان انت خلاص مخك ما بقاش قادر يركز تركيز شديد، او يعني يبعد عنه كل المشتتات ويركز في الحاجه اللي هو عايز يعملها. وده بسبب كثره تعرضك للمحتوى السريع، ستوريز، ريلز، تيك توك، وكل الحاجات دي بتؤدي الى المصطلح الجديد اللي انا اتفق معاه تماما، وهو تعفن الدماغ او البرين روت. انه الدماغ الفانكشن بتاعتها بتقل، او وظيفتها بتقل، او يعني المخ ما بيبقاش بيعرف يفكر زي الاول بسبب كثرة التعرض للمحتوى السريع، ومش بس للمحتوى السريع، للمعلومات، معلومات معلومات معلومات. قد تكون معلومات مفيدة وقد تكون معلومات مش مفيدة، بس هي في الاول وفي الاخر هي مدخلات عمالة تدخل لدماغي، 1 2 3 4، وانا دماغي مش متعود على كده. احنا كبنيتنا كبشر مش متعودين ان احنا يخش لنا كم المدخلات الرهيب اللي بقى بيدخل دلوقتي لدماغنا بسبب السوشيال ميديا. مش احنا مش متعودين عليه. فمرة على مرة على مرة الدماغ ما بقاش بيركز، او المخ ما بقاش بيركز غير لما يبقى فيه فيجوالز كتيرة وكلام كده، يبقى كلام تحت الفيديو وفي على طول كده قطعات ولقطات، وانا اجيلكم من نص الشاشة واطلع تاني كبيرة وانزل صغيرة وكلام من ده. والا كده مش هيبقى. وحتى مع الكلام ده ما بقاش بيركز اكتر من 40 ثانية.
ودي دراسات اوريدي اتعملت ان احنا خلاص مخنا البشري ما بقاش يركز اكتر من 40 ثانية في اي محتوى. فحتى رغم الفيجوالز ورغم الحاجات والمؤثرات والكلام ده كله، انت برضو ما بقيتيش بتركزي زي الاول. علاج الموضوع ده بقى ان احنا نبتدي اول حاجة نكون بقى واعيين بالمشكلة. يعني مش ان انا دايما مثلا بقول ايه ده، انا كل ما اجي امسك الموبايل ابص على الساعة اتشغل واتسحل في حاجات تانية وانسى ابص على الساعة، ده انا كنت هكلمك بس نسيت اتصل بيكي لان انا اتسحلت على الانستجرام او التيك توك او الفيسبوك او اي حاجة من دي. نبطل نقول الكلام ده وناخده بهزار كده، اللي هو ده كلنا بقينا كده، ده الواحد دماغه ما بقتش فيه. لا، ناخد الموضوع ده بجد، انا عندي مشكلة ومحتاجة احلها، لانه اول خطوة في علاج اي مشكلة هي الاعتراف ان في مشكلة. تاني حاجة اللي بايدينا كلنا بس احنا مكسلين نعملها، هي ان احنا نلغي متابعتنا للناس اللي وجودها من عدم وجودها مش مؤثر معانا في حياتنا. وبكل بساطة يعني هي اللايف ستايل انفلونسرز، اللي هم الناس اللي لا بتفيدك بمعلومة كويسة، وكل وجودهم في الحياة ان هم بيدفعك ان انت تبصي عليهم طول الوقت، جابوا ايه جديد، راحوا فين، عملوا ايه، يعني كده اللي هو علاقاتهم عاملة ازاي، اتجوزت فلان، اتطلقت من فلان، مش عارفة ايه. ما بتفيدنيش في حاجة. فلو انا شلتها من الانستجرام بتاعي او من التيك توك او من الفيسبوك مش هيفرق معايا في حاجة. مش ان هي مثلا واحدة بتقولي معلومات مفيدة فانا مثلا لو شلتها هقطع عن نفسي سورس المعلومات دي او مصدر المعلومات دي، رغم ان انا ممكن اتحصل عليه باي طريقة تانية، يعني مش مشكلة. بس اول حاجة يعني اول نصيحة ان انتوا تشيلوها من حياتكم هي اللايف ستايل انفلونسرز، اللي هم بيبيعوا لك اللايف ستايل بتاعهم. لايف ستايل انت لا عمرك هتبقي زيه ولا عمرك هتوصلي له، بس بتحبي تتفرجي عليه. فخلاص خدي شوفي انا بعمل ايه، شوفي انا بصيف فين، شوفي انا رحت فين، سهرت فين النهارده، صحيت الصبح خدت قهوتي منين، والكلام ده كله. ولا انا بفيدك بحاجه بس انت حابه تشوفيني. فاول حاجه تقطعيها من عندك هي الناس اللي بتصدر لك اللايف ستايل وما ما بتفيدكيش باي حاجه. تاني حاجة ودي نصيحة مش كل الناس بتتكلم عنها، وهي ان انت تغيري مكان الابليكيشن في الموبايل بتاعك. يعني لو انا مثلا، احنا كلنا عارفين يعني ان احنا بيبقى عندنا ذاكرة عضلية او اللي هي الماسل ميموري، فان انت بتفتحي الموبايل بتاعك مثلا وعارفة مكان الانستجرام مثلا في الحتة دي، فدايما بتروحي بتدوسي عليه، اللي هو بتحسي انك بتدوسي عليه حتى وانت مش عايزة تفتحيه، اللي هو انت بس صباعك اتعود ان انا بفتح الموبايل بفتح الانستجرام، بفتح الموبايل بفتح فيسبوك، بفتح الموبايل بفتح تيك توك، فاتعودتي على الموضوع ده. فبكل سهولة وبساطة مش هقولك امسحي الابليكيشن، غيري مكان الابليكيشن بس. ودي حاجة انا مجرباها، انا مش بقولها لكم من الهوا، انا بس بدل ما الفيسبوك، انا جربت الموضوع ده بالذات على الفيسبوك، لانه انا الحمد لله بقالي تقريبا سنتين الفيسبوك ده ما بفتحوش الا في حالات نادرة جدا، وساعات بفتحه بس عشان اطمن انه ايه الناس كويسه. يعني هو الفيسبوك هو اول حاجه بيتنشر عليه حاله الوفيات لو في وفيات او حاجه، فبحب ان انا ادخل عليه من وقت للتاني اطمن ايه يعني الدنيا تمام كده. غير كده ما بفتحوش نهائيا. اللي خلاني ما افتحش الفيسبوك هو ان انا بكل بساطه شلته من الصفحه الرئيسيه اللي عندي اول ما بفتح الموبايل، شلته منها وديته في حته بعيده في الموبايل، لسه في الموبايل، ما مسحتش الابليكيشن، ما عملتش دي اكتيفيشن للاكونت بتاعي على فيسبوك، ما عملتش اي حاجه. انا بس شلت الابليكيشن وديته في حته تانية على نفس الموبايل بقدره قادر، ما بقاش يجي قدامي فما بقيتش افتحه. بقيت بفتح اكونتات تانية او ابليكيشنز تانية. بس يعني الحمد لله عقدة الفيسبوك دي، علشان هو كان بقى ابليكيشن بصراحة، بقى انا بسميه الديب ويب والدارك ويب، انا بسميه كده. هو عليه ناس غريبة بتقول اراء غريبة، بتكتب بوستات غريبة، بتنشر بوستات غريبة ف فانا حسيت اللي هو لا، انا مش عايزه ابقى جزء من المجتمع ده، فعملت التريك البسيطه دي، وهي اللي خلتني الحمد لله لغايه دلوقتي بقالي تقريبا سنتين ما بفتحوش، يعني يعتبر الا فيما نظر جدا. معلش انا طولت شويه في النقطه الاولانيه، بس ده كوفي توك فمتوقع يعني ان انا هرغي كتير. النقطه التانية هي ليها علاقه شويه بالنقطه الاولانيه، وهي انك مديه ودانك للبلوجرز، للانفلونسرز، للكونتنت كرييتورز، بما فيهم انا على فكره، اللي هو اشتري دي هشتريها، خلاص بطلي تستعملي ده واستعملي ده هستعمله، الصن بلوك ده وحش ارميه وهاتي الصن بلوك اللي انا بتكلم عليه دلوقتي هجيبه. ببص عليهم اللي هو انتي دولابك فيه اللبس الفلاني عشان الانفلونسر الفلانيه بتلبس نفس اللبس ده،
هي تقريبا كل ما بتطلع تعلن عن حاجة انت بتجري تشتريها. حد تاني مثلا عنده سكين كير معين كده، وكل شوية يشيل كريم ويحط كريم بسبب الانفلونسر العلانية، قالت لا خلاص ده راحت عليه، انا دلوقتي بعلن عن ده فانتوا هاتوا ده. طلعت موضة السكين كير الكوري، الناس كلها جريت جابت السكين كير الكوري. حلو ووحش بقى، اللي هو انا نفسي بستخدم سكين كير كوري عادي، بس ببص على الانجريدينتس الاول، ما جريتش جبت الحاجات اللي هي انا اصلا ما بستخدمهاش. هفكركم بحاجة ولو فيكم ناس يعني بتتابع دايما الانفلونسرز وكده هتفهموني يعني. كان طالع الكلينزنج اويل، كان طالع موضة او ترند من فترة كده، من حوالي سنة سنة ونص سنتين في الحدود دي. وطلع واحد مشهور قوي تقريبا بتاع بيوتي اوف جوسن او حاجة زي كده، ماركة كورية. والناس كلها جريت جابته ليه؟ لان الانفلونسرز بقت تصور لك اليوم بتاعها، الروتين بتاعها مثلا، سواء روتين نهاري او روتين ليلي، وتصور لك انها بتنزل البيوتي اوف جوسن ده اللي هو لا مش بيوتي اوف جوسن، تقريبا انواع يعني، في اللي هو كان علبته شفافه كده وعليها ورقه بيضه، مش فاكره بصراحه كان ايه، بس هو بامب كده. لو لقيته هبقى احط لكم صورته هنا، ولو ما لقيتوش مش مشكله يعني، انا بس بضرب لكم مثال. المهم كل الناس جريت جابته. مفيش بعدها بشهر ولا شهرين كل الشكاوي ده بيطلع حبوب، ده بيطلع حبوب، والانفلونسر نفسها اللي كانت بتعمل الروتين الليلي ولا الروتين النهاري وبتستخدمه وبتوريكم بصوا بقى انا بعمل بيه وبشيل الميك اب وبعدين وبعمل دبل كلينزنج ومش عارفه ايه وبتاع، هي نفسها قالت رجعت اشتكت وقالت ده بيطلع لي حبوب. انا عايزاكم تقيسوا على كده اي حاجه انتوا لاحظتوها واكتبوا لي في الكومنتس، عشان انا مش فاكره قوي بصراحه دلوقتي، بس هو المثال اللي نط في دماغي هو بتاع الكلينزنج اويل والدبل كلينزنج عموما كفكره يعني. هو الدبل كلينزنج يعني انك تغسلي وشك مرتين باي حاجه، يعني مايسلر ووتر وغسول، غسول مرتين، اي حاجه يعني اعملي حاجه مرتين، ده دبل كلينزنج. فلا هم قالوا لا، الترند كان طالع ان الدبل كلينزنج انك تغسلي مره بكلينزنج اويل ومره تانية بالغسول بتاعك. فده المثال اللي جه في دماغي، بس انتوا اكيد هتفتكروا امثله اخرى لترندات كانت طالعه وانفلونسرز كتير بالكوم كده. انا مش بتكلم على واحده بعينها يا جماعه والله خالص، علشان يعني بشوف ناس اللي هو ايه، ده انت بقى بتلقحي على فلانه، لا والله والله ابدا، انا بتكلم في العموم لان هم كلهم بيعملوا نفس الحاجه، انا مش بتكلم على واحده بعينها خالص بجد، ما فيش انا واحده دلوقتي حطاها في دماغي مثلا وبتكلم عليها خالص، انا بتكلم كتصرف جماعي، كواحده بتحلل يعني مجموعه من الناس بيتصرفوا تصرف واحد. حاجة وحشة جدا انك تكوني مدية ودنك للانفلونسرز اللي هو اشتروا ده يا جماعة، بطلوا تشتروا ده، انا جايبة جنبي كذا علبة بس عشان يعني ايه اديكم عليهم امثلة، بس خلاص احنا بطلنا نشتري ده دلوقتي يا جماعة، بطلنا نستخدمه، او اللي بيستخدمه بقى قديم قوي، انت لسه بتستخدميه، وهاتوا ده يلا اجروا هاتوه علشان اجمل وفي حاجات احسن وكذا وكذا وكذا. الموضوع ده مش ضد ان انا فعلا اسعى لان انا يبقى عندي المنتجات الأحدث اللي معمولة بتكنولوجيا أحسن مثلا فبتعمل تأثير أحسن، مش ضده خالص، بس أنا بتكلم على فكرة إن أنا لو أنا مريحاني حاجة أنا ساعات ممكن أبطل استخدمها لمجرد بس ان انا شفت انه التوجه العام دلوقتي ما بقاش بيستخدم الحاجة دي، فانا عايزة احس ان انا لا، انا عايزة احس ان انا معاكم، انا زيكم، انا ضمن المجموعة بتاعتكم، فخلاص انا كمان هبطل استخدم الحاجة دي وهستخدم الحاجة اللي انتوا بتستخدموها. لو الحاجة الجديدة اللي هما فعلا بيتكلموا عنها دي لقيتي ان هما بيتكلموا عنها 3 4 5 6 شهور متواصل، وفعلا شفتي الروتين الليلي والنهاري لتلك الانفلونسر بتستخدم فيه الحاجة دي على مدار شهور، ساعتها تتأكدي فعلا انها حاجة جميلة، لان انا مش بقول ان كل الاعلانات وحشة يعني، وان كل اللي بيعملوا اعلانات دول ناس وحشة وكده، لا خالص. هو يعني الاعلانات في منها الحلو وفي منها الوحش، وساعات عادي واحده مثلا انت تكوني واثقه فيها جدا وبتعمل اعلان مثلا وبتعمل اعلانات وانت عارفه انها بتعمل اعلانات بس متاكده ان هي كل الاعلانات اللي هي بتعملها كويسه، عادي ممكن تغلط في مره وتستخدم حاجه مثلا تعجبها وما تعجبكيش عادي يعني، انا مش بتكلم انه معنى ان هو اعلان ان هو وحش، بس بتكلم ان انا ما اروحش اجيب في لحظه الاعلان، ما اروحش اجيب في نفس اللحظه اللي الانفلونسر بتقولي فيها اللينك تحت اهو روحي اشتري من هنا، ما اروحش اجيب ساعتها،
انا اقعد وليا عقل وبفكر، استنى اشوف الانفلونسر دي، ما هي بتحط لي الروتين الليلي والنهاري بتاعها، واشوف على مدار الشهر ده استخدمته، الشهر اللي بعده استخدمته، الشهر اللي بعده استخدمته، ساعتها هروح اجيب. وده الجود بارت بتاع السوشيال ميديا، ان احنا فعلا انا بشوفك بتستخدمي حاجه وبتشكري فيها ليل نهار، ساعتها اعرف فعلا انها كويسه واروح اجيبها. انما ان انا اشوفك بس بتعملي مجرد اعلان فانا عيني تلمع والله لازم اروح اجيب الحاجه دي عشان تملى الفراغ اللي جوايا، لان انا حاسه ان انا طول الوقت محتاجه اشتري عشان جوايا فراغ مش عارفه املاه، وعايزه املاه بمشتريات مشتريات مشتريات وانبوكسنج، واتفرج على ناس بتعمل انبوكسنج وناس بتشتري وناس وصل لها هدايا. دي مش حاجه حلوه. وهتكلم معاكم ان شاء الله اكتر في نقطه ادمان المشتريات وادمان الشراء ده، بس مش النهارده، لان انا لسه بذاكر لها اكتر عشان لما اطلع اتكلم فيها فعلا اقول لكم معلومات تفيدكم. قلت لكم وانا بتكلم في اول الفيديو ان في نقطه من النقط الخمسه فيا ولسه فيا لغايه دلوقتي، لانه بصراحه النقط كلها كانت فيا at a point of time يعني، بس لسه فيا حاجه انا مش عارفه اغيرها لغايه دلوقتي، او يعني بشتغل عليها، وهي فكره اني مش بتقبل النقد وبتعصب لما حد يوجه لي نقد. ودي بصراحة يعني أنا حاسة إن أنا بشير تو ماتش دلوقتي وأنا بتكلم، بس يعني بجد يعني أنا عايزة أتكلم معاكم عشان أصلح نفسي، وأحاول إنه يعني وأساعدكم إن أنتوا كمان تصلحوا من نفسكم، يعني عادي. وده اللي أنا حباه، إن أنا حابة أوريكم الجود بارت أوف السوشيال ميديا، إن أنا أشارك معاكم أخطائي وعيوبي، وأنتوا تشاركوا معايا أخطائكم وعيوبكم، ونحاول كلنا نصلح من نفسنا. أنا مش طالعة يعني بما إن أنا طالعة على اليوتيوب إن أنا كده بدعي المثالية وإن أنا أجمل واحدة والكلام ده كله. فبس فنقطة بقى عدم تقبل النقد دي فيا من زمان جدا، انا ما بتقبلش ان حد ينتقد اي حاجة انا بعملها، وبتعصب جدا مع انه عادي. يعني عادي انه انت هتعملي تصرف، التصرف ده سواء صح او غلط، يعني عادي. احنا مش بنتكلم دلوقتي ان حد حتى لو حد انتقد تصرفك انه هو غلط، بس سواء انت تصرفتي التصرف ده صح او غلط هو تصرف، وبقية الناس بتشوفه بقى من وجهة نظرها، فحد شايفه غلط حد شايفه صح، فطبيعي طبيعي عادي لو حد شايف تصرفك غلط ده ممكن يجي يقولك انت تصرفتي التصرف الفلاني او قلتي الحاجة الفلانية والحاجة دي غلط. رد الفعل الطبيعي في الموضوع ده ان انت هتشوفي يعني والله انا شايفاه صح انا شايفاه غلط، شكرا كده كده على نصيحتك، لان هي نصيحة في الاول وفي الاخر، فشكرا على النصيحة، والله بقى هتطبقيها مش هتطبقيها دي حاجة ترجع لك وخلاص. انا كنت في الاول بتعصب جدا لما حد يوجه لي نقد، والعصبية دي بتظهر عليا. اللي عرفت ان انا اشتغل عليه يعني ان العصبية ما تظهرش عليا، فبقيت بتعصب لجوايا. وبعدين دلوقتي بقى ابتديت اشتغل يعني، والحمد لله شايفة نتائج ان انا العصبية دي كمان تقل من جوايا، حتى لو مش هتظهر عليا على ملامحي الخارجية، بس كمان تبتدي انها تقل، يعني تقل من جوايا ان انا اتعصب اقل. فبقى دلوقتي اللي هو لما حد يوجه لي نقد ما، او انت ما كانش المفروض تعملي الحاجه الفلانيه، او ما كانش المفروض تقولي الحاجه الفلانيه، بقيت اللي هو ايه بحس من جوايا كده اللي هو كده حاجه رخمه، بس في نفس الوقت ببقى مقدره جدا ان اللي قدامي ده بينصحني، وان هو مش غرضه ينظر عليا ولا حاجه، الا لو غرضه ينظر عليا دي حاجه بقى ترجع له هو، وكده كده مش مشكله. وانا المفروض اتقبل النصيحه، هعمل بيها بقى ولا مش هعمل بيها دي حاجه ترجع لي تماما، بس كده كده كتر خير اللي بيتكلم ان هو عايز يشوفك في مكان افضل او في شكل افضل. لو انت بتتعصبي من ان حد يوجه لك كلام، وشايفه نفسك دايما ان انت انا اللي صح وانا اللي بعمله صح، وانا عمري ما تطلع مني العيبه والكلام ده كله، دي يعني لا، دي حاجه انا ما كنتش شايفاها في نفسي. انا كنت شايفه انه انا يعني ساعات صح وساعات غلط، بس كنت بتضايق لما حد يقول لي انت غلط. فبس موضوع ان انا عمري ما تطلع مني العيبه، لا انا عارفه ان انا لساني سابقني قبل تفكيري، فانا عارفه ان انا بتطلع مني العيبه عادي. بس في ناس بقى اللي هو لا، انا صح وكل اللي بعمله صح وما بيطلعش مني غير الصح. فلا، انت محتاجه ان انت تشتغلي على حاجات كتيره جدا، انت مش دايما صح، ودي مش ثقه بالنفس، ده غرور. ومش بس غرور، هو غرور مع عناد كمان. فهو مش بس ان انت يعني واثقه في نفسك بقى، فلا انا كل حاجه بعملها صح وانا كده، لا. الثقة بالنفس مش معناها ان انا لما اغلط ان انا اتشبث بالرأي الغلط واحاول ابرره بقى والف حوالين اقول اصلا انا عملت كذا عشان كذا عشان كذا عشان كذا، لا. لما اغلط اعترف ان انا غلطت، واخدها بضحك اخدها بهزار اللي هو سوري معلش، خلاص غلطت وخلاص، يعني احنا بشر.
فمين ما بيغلطش؟ فبجد مين ما بيغلطش غير الناس اللي هي العنيدة، اللي هو أنا ما باغلطش فأنا ما باغلطش، حتى لو عملت حاجة غلط أنا ما باغلطش، وهافضل أبرر يمين وشمال عشان أطلع إن أنا ما باغلطش. فلأ، فأنتِ يعني الثقة بالنفس معناها إنه أتقبّل سواء أنا صح سواء أنا غلط، لو غلطت فعلًا واكتشفت إن أنا غلطانة أعتذر وخلاص والدنيا بتعدّي. فأنا حبيت أتكلّم برضه في النقطة دي لإني حسّيت إنها يعني بتلمس جزء منّي لسه باسعى لتغييره وتطويره، فحسّيت إنها ممكن برضه تبقى عند حد، فلمّا يلاقي إن أنا زيه أهو وباتكلّم معاكم من نفس الحاجة، أنا لسه ما تعافيتش تمامًا من الموضوع، فابتدي أشجّعه إن هو كمان يحسّن من نفسه وإنه لأ، في تحسُّن والدنيا بتبقى أحسن يعني. الفيديو طوِل منّي أوي يا حلوين، فهاقول لكم آخر نقطة اللي هي النقطة الرابعة وإن شاء الله هاعوّضكم في الفيديو اللي جاي. بس آخر نقطة هي إنِّك بتحبّي المحتوى السريع وبتكرهي القراية. بُصّوا، هو أنا مش باقول إن كل الناس لازم تقرا، بس هو بصراحة كل الناس لازم تقرا، فأنتِ لو مش بتعرفي تمسكي كتاب وتقري صفحة وِش وضهر على بعض من غير ما تحسّي إنِّك زهقانة أو مش فاهمة حاجة أو بت 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 عايزة تمسكي الموبايل خلاص مش قادرة، فده معناه إن أنتِ دماغِك خلاص اللي هو يعني دماغِك مش قادر يستحمل يقعد يقرا. هي النقطة دي بتختلف عن النقطة اللي اتكلّمت عليها في أول الفيديو اللي هي الbrain rot. دي أنا قاصدة بالذات إن أنا أتكلّم على القراية، لإنه يعني مع إن في ناس دلوقتي كتير بتتجه للقراية وناس بتحب القراية وكده، بس في ناس كتيرة بتقول لِك لأ وأنا أقرا ليه لمّا ممكن أشوف ملخصات، لمّا ممكن أشوف فيديوهات، أصل أنا مش باعرف أقرا، أصل أنا مش باعرف أقرا، أصل أنا ما ليش خُلق إن أنا أقعد أقرا، أو أسوأ كمان إنه حد يقول أنا هاستفيد إيه من القراية؟ ما خلاص كل حاجة دلوقتي بقت موجودة في صيغة فيديوهات وفي صيغة reels وفي صيغة تيك توك فيديوز، وأنا باتفرّج على فيديوهات كتيرة مفيدة، وبيتهيأ لي إنه أنا طول الوقت باتفرّج على معلومات مفيدة وباشوف فيديوهات مفيدة، فأنا يعني أفيد لي إن أنا أقعد أشوف فيديوهات كتيرة فيها معلومات مفيدة عن إن أنا أقعد أقرا كتاب هيفيدني بإيه يعني الكتاب. وخصوصًا حتى يعني خصوصًا لو رواية والّا كده، اللي هو أنا هاقعد أقرا رواية ليه، أنا هاستفاد إيه؟ الفكرة مش في فكرة قراية رواية أو قراية كتاب، الفكرة في فكرة القراية نفسها، كون إن أنتِ تقعدي على الكتاب، تقعدي تمسكي كتاب تفتحيه وتقري صفحة وِش وضهر، ويعني ده كبداية يعني للناس اللي هي ما لهاش خالص في الكُتب، ده بيحفّز مُخِّك إن هو يرجع يصلّح الbrain rot اللي كنا اتكلمنا عليه في أول الفيديو. أهم حاجة إن أنتِ ما تقوليش أنا مش باحب القراية، ما تقوليش أنا مش هاقرا أبدًا، يعني ما دايمًا ما تُقفيش في فكرة اللي هو إيه، لأ أنا ما عنديش وقت ومش هاقرا ومش عايزة أقرا ومش هاجيب كُتب ولأ. هاتي كتاب وابدئي بيه، هاتي رواية حتى يعني مش لازم يبقى كتاب علمي مفيد بحت، دراسة نفسية فلسفية عميقة أو أي حاجة من الحاجات دي، هاتي رواية حتى وابدئي بيها، بس أنا كل غرضي من الموضوع ده إن أنتِ تقعدي على الكتاب وتقلبي في صفحاته وتقري وتسيبي الموبايل شوية، لأن هو ده اللي هيصلح عندِك التعفن الدماغي اللي حصل بسبب المحتوى السريع والمعلومات، معلومات، وأنا اتهيأ لي إن أنا النهارده شُفت معلومات كتيرة جدًا، فأنا باتثقف أهو طول ما أنا قاعدة باتفرّج على معلومة في دقيقة، معلومة في دقيقة، معلومة في دقيقة. أولًا يعني العلم ما بيتاخدش كده، وإحنا مُخّنا مش مُعدّل كده، وتعالي بُكرة والّا بعده أسألِك في المعلومات اللي أنتِ 1، 2، 3، 4، 5، 6 ولا هتلاقي نفسِك فاكرة حاجة، وغالبًا اللي هتلاقي نفسِك فاكراه هيطلع في الآخر مش صح، لإنه الناس دلوقتي في الفيديوهات بقت بتعتمد على أسلوب إن أنا أحط لِك كلمة كده في أول الفيديو، اللي هو مثلًا يعني مثلًا أنتِ مريض السكر مش محتاج ياخد إنسولين anymore، خلاص في دلوقتي في إن هو ممكن بس يضبط الdiet بتاعه ومش عارفة إيه هو كلّه كلام ماشي، اللي هو صح يضبّط الدايت بتاعه ويعمل رياضة ومش عارفة إيه، بس still لسه محتاج الدوا، وبعدين حتى لو مش محتاج الدوا مش أنت اللي تقول على النت، يعني المفروض إن هو يروح للدكتور بتاعه والدكتور ساعتها يقول له، وحتى لو الدكتور قال له ساعتها بصراحة هنشُك في الدكتور، بس أنا باتكلّم يعني اللي هو بقت الناس بتحُط يعني حاجات كده تشدِّك،
معلومة غريبة، حاجة غريبة، حاجة ما سمعتيش عنها قبل كده، حاجة اللي هو حاجة شاذة، مش شاذة اللي هو بالمعنى الوحش، بس شاذة اللي هو معلومة شاذة، معلومة غريبة. فانت هتقعدي تشوفي الفيديو وغالبا هي اللي هتلزق في دماغك، وغالبا هتكون غلط لانها شاذة يعني غالبا. وزي ما احنا قلنا ان احنا كده كده حتى مع المؤثرات والفيجوالز وكل المؤثرات البصرية اللي بتتحط في الفيديوهات دي تركيزنا بقى اقل. الناس اللي بتعمل فيديوهات وعايزاكي تتفرجي على فيديوهاتهم وكده، هتلاقيهم بيحطوا لك المعلومات الشاذة دي في اول الفيديو كده عشان يجذبوا انتباهك ويجذبوا تركيزك، فتقعدي تكملي الفيديو اللي هو دقيقة ولا 30 ثانية للآخر. فهم بيعتمدوا الاعتماد الاول والاخير على مشاهدتك. فانا لما اعتمد ان انتي انا عايزاكي تشوفي الفيديو، انا مش ههتم بمدى صحة المعلومة اللي انا بقولها لك، بل ههتم بقد ايه هي تكون جذابة ليكي. فكون ان انا صرفت نظر عن ان المعلومة دي مش مهم انها تبقى مفيدة ليكي، بس مهم انها تكون جذابة، ده يخليني افقد مصداقيتي عندك المفروض. ويعني خلاص اللي هو اي حاجة هقولها لك المفروض ما تصدقيهاش. فدايما يا جماعة حتى الكونتنت اللي انتوا بتشوفوه، لو الناس بتعتمد دايما، يعني انتوا شغلوا دماغكم كده، لو لقيتوا ان هو دايما الحد اللي انتوا بتشوفوه ده بيحط لكم معلومة كده شاذة في اول الفيديو كده اللي هو عشان اخطف انتباهك وتقعدي تكملي لاخر الفيديو، فلا، خدي بالك انه الحد ده مش همه مصلحتي، هو همه ان انا اقعد اكمل الفيديو عشان يتحسب فيو، والفيو ده يتحول لفلوس في الاخر وكده. المعلومات اللي بتتاخد من الفيديوهات دي غالبا بنسبة كبيرة هتكون مش صح. الثقافة اللي بتتاخد من الفيديوهات غالبا بنسبة كبيرة مش هتكون صح. لازم ان انت حتى لو خدتي معلومة مفيدة من فيديو، انك ترجعي تدوري وراها سواء في الكتب او في مراجع او في حاجات كده، يعني عشان تطمني انها صح قبل ما تنفذيها او تطبقيها. والقراية كويسة، القراية بتنور المخ، بترجع تشغل المخ تاني، بترجع تحرك المكن اللي بقاله سنين ما تحركش وعليه تراب ومحتاج يتزيت ويتشحم والكلام ده كله. القراية بترجع تعمل كل ده، حتى لو قراية روايات. بس اقري، سيبي الموبايل وامسكي كتاب وافتحيه واقري. تبدأي بإيه؟ ابدأي بصفحة وش وظهر بس. ثبتي انك تقري صفحة وش وظهر كل يوم قبل ما تنامي، ومرة مع مرة هتلاقي الصفحة دي بقت 2، بقت 3، بقت 4، لغاية ما تقدري تستغني عن الموبايل لمدة ساعة او نص ساعة قبل النوم، وتقعدي تقري فيهم، تريلاكس كده وتهدي اعصابك وتوسعي مداركك. وواحدة واحدة الرواية دي هتبقى كتاب، وواحدة واحدة هيبقى الكتاب ده كتاب مفيد. وكده واحدة واحدة هتلاقي نفسك حابة الموضوع، هتلاقي نفسك هتلاقي تأثير القراية ده هيبان عليكي، فهتحبي الموضوع أكتر وهتكتري من الكتب أكتر. فبس أهم حاجة إنك تبدأي، وما تقوليش أنا مش بحب القراية، وما تقوليش أنا ماليش فيها وإيه اللي هستفيده من القراية والكلام ده كله. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وأتمنى تكونوا استفدتوا واتبسطتوا، وأتمنى ما كنتش طولت عليكم، وشكرا لو انتوا كملتوا الفيديو لغاية هنا. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو تاني جديد قريب. باي باي.